اهلا بيكم متابعي منصة اموال في لايف جديد. جهزوا ورقكم واستعدوا من دلوقتي، لان الحكومة هي كمان بتستعد لطرح شقق جديدة ضمن مشروع سكن لكل المصريين. فيا ترى الشروط والاوراق المطلوبة عشان تجهزها، وهل الاعلان ده مختلف عن الاعلانات السابقة ولا لا؟ مفاجأة في الاسعار، خليكم معايا عشان تعرفوها في اللايف ده. انا لارا مدحت. انك تشتري شقة في الزمن ده بقت حاجة صعبة جدا، لانها زيها زي كل حاجة اسعارها زادت. عشان كده شقق الاسكان الاجتماعي تعتبر فرصة لناس كتير بيدوروا على شقة بمقدم حنين واطول فترة سداد، بس اهم حاجة تكون مضمونة وما فيهاش نصب. عشان كده ناس كتير بتشتكي من شقق الإسكان الاجتماعي من السنة للسنة، وكل شوية تطلع أخبار عن إعلان جديد وتطلع الحكومة تنفي. لكن المرة دي مي عبد الحميد مديرة صندوق الإسكان الاجتماعي أكدت قرب الإعلان عن طروحات جديدة في مشروع سكن لكل المصريين. طب هي إيه طريقة الحجز وبتبقى إزاي؟ بص يا سيدي، أول حاجة بتستنى الطرح الرسمي لكراسة الشروط وتشتريها عشان تشوف الشروط والمدن اللي نازل فيها الشقق، وبعدين بيبقى في الوقت ده وزارة الإسكان بتحدد طرق سداد مقدم الحجز، سواء لو الإعلان فيه وحدات استلام فوري أو وحدات استلام على نظام 3 سنين. وفي الغالب كده مبلغ جدية الحجز بيتم تحديده حسب ظروف كل إعلان، ويتراوح ما بين 15,000 ل 22,000 جنيه. وبعد سداد المقدم اللي عادة بيكون في مكاتب البريد، بتفتح حساب باسمك على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي عشان تختار مكان الشقة اللي انت مقدم عليها، وكمان ترفع الورق المطلوب. وعشان تبقى عامل حسابك، الورق المطلوب عادة بيكون صورة الرقم القومي وصورة شهادة الميلاد للأبناء وإيصال مرافق وشهادة الدخل، وكمان صورة من عقد إيجار الشقة اللي انت مقيم فيها، وعقد قيد عائلي مميكن وقسيمة جواز مميكنة. وده غير طبعا صورة إيصال السداد مبلغ جدية الحجز، وصورة من إيصال سداد كراسة الشروط، وصورة استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح فيها اسم المدينة المراد الحجز بيها والمحافظة ومساحة الشقة، وكمان الإقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليها. بس طبعا في شروط للتقديم، أهمها أن عمر المتقدم ما يقلش عن 21 سنة، ولازم يكون من مواليد المحافظة أو العاملين فيها أو المقيمين فيها، ومش من حقه يقدم على أكتر من شقة، ولو كان متجوز ومراته خدت شقة قبل كده يبقى ما ينفعش يقدم برضه. وهو برضو لو سبق واستفاد بأي دعم من الحكومة، سواء في صورة أرض أو وحدة إسكان تعاوني أو إسكان قومي، يبقى مش من حقه يقدم في الإعلان الجديد. أما بقى بالنسبة للأسعار فهي مفاجأة، واللي اتكلمنا عليها في أول الفيديو هفاجئكم دلوقتي. فمدير الإسكان الاجتماعي أكد تكلفة وحدات الإسكان الاجتماعي زادت بحوالي 30 ل 40%، وده هيضطر لطرح الوحدات الجديدة بأسعار مختلفة عن الوحدات اللي اتطرحت من قبل كده من 3 سنين، وخصوصا إن الحكومة كل فترة بتعمل مراجعة لتسعير الوحدات السكنية عشان تبقى متماشية مع ظروف السوق. بس خد بالك، الفايدة المقدمة للعملاء في الإسكان الاجتماعي بتوصل ل 3.7%، في حين إن الفايدة الموجودة في البنوك بتوصل ل 25%، وفارق الفايدة ده بتتحمله وزارة المالية. وكمان الحكومة بتدفع حوالي 6 مليار جنيه لدعم الفايدة فقط في مشروعات سكن لكل المصريين، وحوالي 8 مليار جنيه دعم نقدي للحاجزين. ودلوقتي قول لنا، ناوي تقدم في الإعلان الجديد ولا لأ؟ اكتب لنا في التعليقات.